السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هنعمل صدر ديك رومي. هعمله فيليتو، عرق فيليتو زي ما انتوا شايفين، وهنحشيه كمان. تعالوا نشوفه معمول ازاي وحشوته ايه. جميل جدا ورهيب. انا عندي دلوقتي صدر كبير ديك رومي. الصدر ده 4 كيلو. غسلته كويس قوي بالمية والملح والليمون، خليته زي الفل. وجبت عندي منديل مطبخ وقعدت انضف فيه وانشف فيه كويس جدا. وبدأت بقى افصله. هشيل بقى الكتل الكبيرة دي، وهخلي الفرشة بتاعة الصدر يا دوبك عرضها 1 سنتي. تبقى تخينة 1 سنتي. دي بقى اللي انا هعملها عرق فليتو محشي. يلا بينا نشيل بقى الطبقة كلها، وبيبقى مكتول كده ببعض وبيبقى جامد. فعشان كده احنا بنعمله بالطريقة دي، بيبقى جميل جدا ورهيب. كل اللي هطلعه ده بقى هعمله فليه، عشان بعد كده تشويه او تعمليه بانيه. بيبقى طعمه جميل جدا وخطير. اديني وانا بقطعه اهو، عماله اوريهولكوا، حافظه شويه على الجلد بتاعه، ولازم يبقى التخن كويس جدا. قطعت بقى الناحيتين زي الناحيه دي، ماشي. وادي الفرشه بتاعتي، وشلت بقى الحتتين التانيين اللي هقطعهم فيليه. يلا بينا. ادي الكوم ده فليه والكوم ده الصدر. ماشي، بوريكم قطع الفيليه اللي انا قطعتها رفيعه كده وجميله. وقطعت منهم حتت كمان مكعبات. الحتت اللي كانت طالعه قطعتها مكعبات، اللي هحشي بيها جوه الفرشه بتاعه الديك الرومي الصدر اللي هعمله عرق فليتو. جبت هنا بصلاية، على معلقة بهارات، على معلقة خل، على عصرة ليمونة، وقرن فلفل، بهارات طبعا فراخ، ورحت فرماهم مع معلقة فلفل اسود. فرمتهم فرم كويس، وحطيت عليهم نص كوباية مية. تبلت بيهم الصدور وتبلت بيهم الصدر كله، الفيليه والصدر كله. جبت هنا عندي فلفل الوان وبصل وتوم، وجبت الصدور المقطعة. ماشي. حطيت عليهم معلقة بهارات ومعلقة فلفل اسود، وحطيت عليهم ملح. هحط كله بقى على بعض على الصدور المتقطعة مكعبات، وهتبلهم تتبيل كويس. حطيت الملح، ويلا ندعكهم دعكة كويسة، ونركنهم شوية عبال ما نجهز الصدر بتاعنا. خلاص كده دعكناهم كويس، اركنهم على جنب. مسحت الصينية اللي انا شغالة عليها، ويلا بينا نبدأ نفرش بقى الصدر بتاعنا اللي هنعمله عرق. بصوا بقى، انا مش هضمها على بعضها، لا، انا هحط عليها شرايح من اللي انا متبلاها. هاخد من الشرايح كده واحط، اقوي كده الصدر بتاعي اللي هي الفتحة بتاعت الصدرين. خلاص كده انا عملته بقى، بسم الله بفرشه، بسم الله ما شاء الله كده كويس. هبدأ بقى اجيب الحشوة الصدور بالحشوة اللي انا عملتها، وهجيب عليها مكعبين زبدة، افرقهم كده عليها داير ما يدور، عشان بقى ايه تطري وتخلي الصدر من جوه جوسي مع الحاجات اللي موجودة فيه دي. بصوا، مكعبين الزبدة قطعتهم كده صغيرة ووزعتهم. خلاص كده انا حطيت نص كل الكمية اللي كانت معايا، وفيها فصوص الثوم. التوم مخليها في صوص زي ما هو. يلا بينا بقى نبدأ نلف العرق بتاعنا اللي احنا هنعمله ده. جميل جدا، أكلة كاملة متكاملة رهيبة جدا. يلا بقى نبدأ نلفه لفة كويسة. كتفيه. شفت العرق الفلوتو بيتكتف ازاي؟ كتفيه. وبعد ما تخلصي خالص، لو في حتة مثلا مخرومة او حتة باينة، هنروحوا بقى ايه حاطين برضو عليها شريحة فليتو. خليكم ماشيين معايا واحدة واحدة وانا بكتفه. هنفضل بقى نكتف فيه داير ما يدور، وكتفوه كويس لغاية ما نعمله، ونتأكد كده ان هو اتربط كويس قوي وما فيهوش اي حتة تخرج اي حشوة من عندنا. ودي اهم خطوة، خلي بالكم، اللي تخليه كده يطلع جميل كده ومتناسق وشكله تحفة. يلا لفه كده. هنفضل بقى نلف كده عندنا لغاية ما نجمعه كله كده مع بعضه كويس جدا. ودي اهم خطوة، خلي بالكم. بسم الله ما شاء الله كتفناه. وهنشوف بقى الناحية التانية، لو في فتحة نحط لها ترقيعة كده، حتة فلت. ايوه، في حتة كده. لا، احنا نزود لها حتة ايه، حتة من الشرايح اللي احنا مقطعينها، نحطها عشان يبقى ضمننا كده ايه انه يتقطع بعد كده حلقات.
بص الشكل بقى. هنحط هنا بقى الحتة، هوريكم ازاي هحطها، مش عايزة احط حاجة الا معاكم. ايوه بصوا بقى، بعديها من هنا وبعديها من هنا. بصوا ما شاء الله بقت جميلة ازاي. يلا بقى جيبي كده من تحت برضو الخيط وثبتيها، ثبتناها وبقت جميلة جدا. هتلزق بقى فيه، خلي بالكم مع دخولها الفرن. هحط فرشة من الفلفل والبصل والطماطم تحتيه، وبعدين بقى هجيب بقية التتبيلة من على اللي هي الشرايح الفليتو اللي انا هعملها بانيه او اشويها. هي كميتها ما شاء الله كبيرة. هجيب منها بقى الصوص الزيادة اللي انا كنت عاملاه، بصوا، واحطه فوقيها عشان تبقى كلها مبهرة من جوه ومن بره، تدينا نكهة وطعم جميل. دخليها الفرن ساعتين الا ربع، هتطلع معاكي بالشكل ده. صدر الديك الرومي بياخد سوا شوية، خليكي صبرة عليه، تختبريه بشوكة هتلاقيه يطلع معاكي بسم الله ما شاء الله جميل جدا ورهيب. يلا بينا بقى نغرفه في الطبق. بصوا ما شاء الله جميل جدا، جربوه قولوا لي ايه رأيكم، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين.